يا صباح الفل، عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يشجعكم ويحمسكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش صلوا على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولو انتي مش مشتركة في القناة نوريني بالاشتراك، وكمان ما تنسونيش من كومنتاتكم الحلوة ولايكاتكم اللي بترفع الفيديو وتدعمني ان انا اكمل. بصوا النهارده فيديو كده روتين في اوضه النوم كده، هنظبط كام حاجه كده كمان برضو في الشقه. زي ما قلت لكم انا ما كنتش يعني ما كنت عملت تنظيفات عميقه، ما كنتش فرشت الفرش الشتوي، لان كان الجو لسه ايه يعني ما كانش برد قوي، اللي هو الفرش السرير. كنت فرشت السجاد بس كنت لسه قلت السراير لا، لسه البطاطين والدفايات لسه بدري عليها شويه، لان كان الجو لسه ما بردش قوي. بس لا خلاص كده الجو بدأ يبرد، فقلت ايه لا لازم بقى نفرش كده وندفي الشقه. وبالمره بقى وانا بفرش قلت ايه انا انضف الاوضه بقى، اعمل لها تنظيف عميق، لاني خلاص بقى الساعه جت والكسل جه. فايه بالمره ما دام هعمل حاجه يبقى اعملها كلها مره واحده، يبقى ايه خلصتها كلها. خلاص انا كنت شلت السجاد ولمعت السرير، شلت الملايه ونفضت السرير. وعايزه اقول لكم خدت المروحه دي كمان، قلت لا تعالي بقى عشان تتغسلي، مع اني كنت غسلاها لما عملت التنظيفات، بس هي عشان جنب الشباك وانا في دور عالي، فدايما بتتملي تراب. وانا التراب ده بصراحه في الادوار العاليه دي فظيع يعني على طول تلاقي الشقه فيها تراب، فلازم تبقى ايدي فيها على طول. هنا شفطت، بفضل ان انا اشفط الارض السيراميك يعني بالمكنسه، لان جميل بصراحه بيلم لي بقى اي ترابه ناعمه، اي شعر، اي حاجه على الارض احسن من المقشه ان انا اكنس بالمقشه. فخلاص هنا كنت عملت الارض بالمكنسه، وايه قلت اجيب بقى التسريحه كمان، اغير المفارش بتاعتها والمعها والمع المرايات. انا طبعا لمعت الدواليب ولمعت المرايات بتاعه الدواليب، بس علشان خاطر هو الدولاب عندي فيه مرايات كتير وهتبقى كشفاني. فبصراحه ما حبيتش ان انا اظهرها يعني، علشان ايه مش هينفع ان انا ابقى ظاهره يعني في المرايات. بصوا الكريم ده تحفه يا بنات، اللي هو قشطه الاميرات ده، جميل رهيب، بيفتح البشره وحلو قوي. انا كنت بوريه لكم دلوقتي. حلو جدا وبيفتح وبيفتح اي اماكن داكنه، وممكن تستخدميه للبشره وللجسم عادي جدا، وحلو جدا وسعره حلو. خلاص انا كنت خلصت التسريحه وحطيت لها المفارش دي. عايزه اقول لكم المفارش دي اللي هي بيبقى من الشيفون دي رخمه جدا، يعني مسافه ما بتغسليها بتبرم كده ومش حلوه. ف بصراحة يعني نفسي اجيب طقم تاني للتسريحة يكون تعتبر المفارش بتاعته ما تكونش فيها شيفون او دانتيل او خرز، يعني تكون اللي هي قطن كده، اللي هي بتاعت زمان القديمة دي بتبقى حلوة. فان شاء الله هجيب لها ان شاء الله مفرش كده، وهبدأ اجدد الأوضة، وكمان هدهنها كمان قريب ان شاء الله معاكم. فاستنوا بقى فيديوهات قوية ان شاء الله. خلاص انا هنا فرشت السرير وفرشت الملايه وحطيت البطانيه القمر دي، وقلت بقى كده اخد ال الشرشوبه كده والمع الارض وامسحها مسحه كويسه. وكنت كمان عملت ورا السرير. عايزه اقول لكم ان السرير عندي يعتبر لازق في الشباك، يعني لان الاوضه ضيقه بصراحه. زي ما قلت لكم ان شقق الاسكان الاوض بتاعتها على قد ما هي الشقق حلوه وجميله، بس الاوض بالذات ضيقه، يعني عايزه عفش معمول عموله. لو انتي بقى زي حالاتي مستلماها بعد الجواز، بتبقى محتاجة بقى تظبطي العفش بتاعك على قد الاوض، فان شاء الله فيما بعد ان شاء الله. بصوا خلاص انا كنت مسحت الارض وسبتها ان هي تنشف، وقلت بقى ايه الحركه اللي قلت لكم عليها قبل كده، ان ايه المع السجاد. دايما انا بوظف ان انا المع السجاد ده ممكن مره في الشهر، علشان خاطر يفضل دايما نظيف. فبصوا الفرق بين دي وبين دي، يعني دايما السجاد هتلاقيه دايما نظيف. خلاص انا لمعته وسبته يتهوى شويه عقبال ما الارض تنشف. وكنت حطيت الزرعه الحلوه الجميله دي في الاوضه كده، قلت تدي روح حلوه. هنا بقى خلاص كنت خلاص ظبطتها وفرشتها كده وبقت زي الفل. والزرعه الجميله دي ادت روح حلوه قوي. بس ان شاء الله يعني دي الزرعه دي انا كنت حاطاها في الطرقه، بس بما اني شلت المروحه فقلت احطها كده، وان شاء الله اجيب واحده تاني للطرقه، او اجيب واحده تاني للاوضه تكون طويله شويه، لاني حاسه ان هي عايزه زرعه طويله شويه. عايزه اقول لكم هي الاوضه على قد ما هي ضيقه بس جميله وزي الفل برضو. خلاص هنا كنت خلصت. بصوا السجاد بعد ما عملت له اللي هو التلميع على الناشف او الغسيل على الناشف بقى زي الفل وبقى بيلمع، لان المفرش اللي انا كنت حاطاه في اول الفيديو ده كان بينزل وبره جامده قوي، فكان ماليلي السجاد وبر. فقلت لا اعمله غسيل على الناشف ومنه يشيل الوبره. خلاص وخلصت التسريحه، وبما اني بقى لمينا فرش ولمينا مفارش وكده، فقلت اشغل على الغساله، وكان عندي شويه غسيل كمان. فقلت ايه بصراحه انا كنت مشغله عليها وانا بعمل في الاوضه، يعني ايه بما اني بخلص وبما اني بشيل الغسيل، فانا كنت مشغله عليها وبخلص كده الفواتح والابيض
وبعد كده اطلع انشرهم، عقبال لما انشر الابيض والفاتح يكونوا كمان الغوامق ايه شغلت عليهم واتغسلوا. لاني كنت الاول بنشر كل حته، فكنت بدوخ بصراحه، يعني رايحه جايه جايه رايحه، فقلت لا كده احسن ان انا اخلص الغوامق والفواتح عقبال لما انشرهم يكونوا الغوامق كمان إيه اشتغلوا. عايزه اقول لكم ان انا بغسل عليها المفارش القطيفه، اللي هو المفرش اللي كان في الاول اللي كنت في اول الفيديو ده بشغله فيها، بتغسله بيبقى زي الفل. الكبرتات كمان والمدفيات بيتغسلوا فيها، بس لو هتعصري لا مش هينفع تعصري فيها، لان زي ما انتم شايفين العصاره الصغيره مش هيخش، يعني ممكن الدفايات والكبرته ممكن، لكن المفارش التقيله لا. فبما اني الاوتوماتيك عندي شغاله العصر فيها شغال، فبشطب بره وبروح حيطاهم يتعصروا فيها. وان شاء الله قريب كمان هصلحها، بس لو هفضل ان انا اغسل، لا بصراحه هغسل فوق الاوتوماتيك دي، لان جميله وبتنضف وبتحافظ على الالوان، والغسيل بيطلع ريحته حلوه حتى بعد ما بتشيليه وترصيه في الدولاب بيفضل ريحته حلوه. خلاص انا هنا كنت خلصتهم وطلعت انشر كده الفواتح عقبال ما الغوامق كانوا يتغسلوا. خلاص بقى هنا كنت خلصت ونشرتهم، وكمان نشرت في البلكونه التانية الصغيره، لاني طبعا دي ما قضيتش، لان كان في ملايات كنت شايلاها وفي المفارش. وايه قلت بقى اخد المروحه اغسلها، بس انا بفضل اخش اغسلها في المطبخ، لاني الحوض بتاع المطبخ اكبر من حوض الحمام. فقلت كده افكها وايه واغسلها كده، ولا وبصراحه لا لازم اجيب لها كفرات، لاني انا كده كل شويه هغسلها. عايزه اقول لكم ان البقره دي غلبتني جدا، عقبال ما فكيتها صعبه جدا. فالحمد لله كنت خلاص هنا فكيتها، وقلت بقى وخلاص بقى انا هنا كنت فكيتها بقى، وقلت بقى ايه امسكها كده اغسلها، بس طبعا ناحيه الموتور بمسحها بفوطه ما بجيبش عليها ميه طبعا عشان ما تبص، يعني فوطه كده مبلوله بمعطر كده، وابداي ايه لمعيها تبقى زي الفل. بما اني بقى خلاص بقى الشتاء، انا من محبين الشتاء جدا، بس الشتاء بتيجي وبتكسلنا بقى بصراحة، يعني بنبقى مكسلين كده ومش قادرين نعمل حاجة، وعلى طول عايزين قاعدين متدفين. بس الاول ما بتقومي كده وتبداي في الشغل في الحاجة، لا بتلاقي نفسك كده دفيتي وخلصتي كل اللي وراكي. يعني انا عايزة اقول لكم تاني يوم المفروض ان انا هعمل اوض الولاد، لاني برضو زي ما قلت لكم انا ما كنتش فرشتها، فالشغل ما بيخلصش في البيت، تحسي ان مهما بتخلصي حاجه لا تاني يوم وراكي حاجه تانية على طول. فربنا يعيننا يا رب، وكمان داخلين على امتحانات وكده، فقلت اظبط بقى كل الدنيا اللي في الشقه اللي عايزه تتظبط، اي حاجه تنظيفات عايزه تتعمل هظبطها، لاني طبعا خلاص بقى الفتره اللي جايه المفروض ان انا ايه اقعد بقى اركز مع الولاد المراجعات، نراجع حاجه كده، لاني خلاص بقى كنا داخلين على امتحانات. فربنا يعينهم كلهم ويوفقهم ان شاء الله. بصوا هنا انا كنت عندي الفرشه دي دي مخليها للمراوح، مخليها للشبابيك بغسل بيها، بتبقى جميله جدا احسن من الليفه. فهو هنا يعني هي ما فيهاش حاجه، مش محتاجه ان هي تتغسل قوي لان هي فيها. وبدأت كمان اغسل الريشه كمان كويس زي ما قلت لكم، هي بس يا دوبك فيها تراب، مش محتاجه ان هي تتغسل وتدعك قوي بالصابون، يعني شويه كده بالفرشه كده شويه صابون مترغي. خلاص يعني كانت بقت زي الفل وتمام. والحمد لله كان المطبخ كمان كان عندي نظيف، وكان عندي اكل كمان من امبارح، لان كان خلاص بجد كان يوم كده صعب ومرهق، فكده تمام قوي انجزنا حاجات كتير. وخلاص بقى كده مادام كده خلصنا ناخد بقى الشاور الحلو بتاعنا، ونلبس بيجامه حلوه كده وندلع نفسنا يعني. فخلاص يعني بعد شغل كده طويل في البيت لازم تدلعي نفسك كده وتاخدي وقت كده لنفسك، وتقعدي كده تتفرجي على حاجه بتحبيها، تشربي حاجه بتحبيها، علشان لازم تاخدي وقت لنفسك يعني. مع ضغط الشغل برضو لازم خصصي كده وقت لنفسك ان شاء الله حتى ربع ساعه. فهنا كنت خلاص بقى بما اني هقعد بقى كده واخد كده راحة لنفسي واتفرج على حاجة بحبها، فقلت ايه اشرب كده حاجة بحبها واكل كمان جنبها كده حاجة حلوة تنسيني كده تعب وارهاق اليوم. وده كده الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، ومستنية تعليقاتكم الحلوة ولايكاتكم اللي بتدعم الفيديو. ولو انتوا مشتركتوش في القناة اشتركوا، ولو في حابين فيديو كده انزله معاكم او محتوى كده انزله معاكم، مستنية كمان ارائكم. واشوفكم على خير، واشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم مع السلامة.